مصلحة المنتخب فوق جميع اللاعبين. يوسف بالليلي أنه زيادة كبيرة في الوزن، عنده عرض من طرف نادي ليستر سيتي. إن شاء الله يوسف بالليلي يحسن من نفسه ويخدم على روحه أكثر حاليا بالليل. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على يوسف بالليلي لاعب المنتخب الجزائري اللي حاليا يعتبر بدون نادي وبدون اي فريق، لا يتدرب ولا يلعب، بل يلعب فقط في الدورات الشعبية بين الأحياء لا أكثر ولا أقل. يوسف بالليلي للعديد من الجماهير الجزائرية اللي تطالب بعودة يوسف بالليلي للمنتخب الجزائري، وبعض الجماهير الجزائرية الأخرى التي لا تريد يوسف بالليلي في المنتخب الجزائري. وشفنا جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري اللي صرح وقال أنه يوسف بالليلي لاعب مهم ولاعب جيد في المنتخب الجزائري، ونتمنى عودة يوسف بالليلي للمنتخب الجزائري. من رأيي كخليفة علال أنه يوسف بالليلي لاعب جيد، عنده إمكانيات رائعة، مراوغ جيد، لاعب ذكي يصلح في إفريقيا، ولكن يوسف بالليلي من السلبيات بتاعه اللي خلاته في مسيرته عنده العديد من المشاكل وما يكونش لاعب مستقر وما يكونش نجم كبير في أوروبا رغم أنه لعب في أوروبا، هو عدم الانضباط. لاعب ليس منضبط وليس بعقلية احترافية. لو كان جاء عنده عقلية احترافية، لو كان جاء عنده الانضباط اللازم، لو كان بالإمكانيات اللي عنده، راه صار لاعب كبير في أوروبا ونجم كبير واستفدنا منه الكثير في المنتخب الجزائري. صحيح أنه استفدنا منه سابقا يوسف بالليلي في 2019 في المنتخب الجزائري وفي 2020 في كأس إفريقيا، واستفدنا منه في كأس العرب، ولكن حاليا يوسف بالليلي مستواه تراجع كبير جدا بحكم أنه اللياقة البدنية تاعو تراجعت ايضا. اللاعب ماهوش يتدرب وما راهوش يلعب، وفي الاشهر القليله مع فريقه ما كملش وما كانش يلعب، كان جليس على الدكه وهرب من فريقه وحاليا بدون اي نادي. نخليكم تشاهدوا معنا هذا الفيديو ليوسف بالليلي مؤخرا عنده يومين فقط في وهران وهو يلعب كره قدم في احدى الدورات بين الاحياء. كما شفتوا معنا يوسف بالليلي يلعب في دورة ما بين الأحياء، تمريرة جميلة، تحركات رائعة. يوسف بالليلي لاعب فنان، ولكن الأمر اللي ممكن الناس ما لاحظوش أن يوسف بالليلي صار عنده زيادة في الوزن. هنا يدلك أنه لاعب غير محترف تماما. اللياقة البدنية ضرورية جدا بالنسبة للاعب اللي يلعب في المستوى العالي وفي المستوى الكبير. شوفوا معنا ولاحظوا معنا الفيديو جيدا بالعرض البطيء واللي يبين لك يوسف بالليلي أنه زيادة كبيرة في الوزن. كما راكم تشاهدوا معنا هنا، شوفوا معنا يوسف بالليلي ولاحظ معنا كرش يوسف بالليلي وحتى جسمه ككله أنه البنية تاعو تغيرت ويبان عليه أنه اللاعب زيادة في الوزن وصار سمين. هذا الأمر اللي يخلي يوسف بالليلي صراحة عنده العديد من المشاكل، واللاعب ما يوليش يعني يلعب بطريقة جيدة وبدنيا يصير يتعب. نتمنى له كل التوفيق، هو لاعب جزائري نحترمه ونقدروه ونحبوه، ولكن مصلحة المنتخب الجزائري فوق كل اللاعبين. يوسف بالليلي كنت نتمنى أنه في فرنسا يتألق لأنه جاته العديد من الفرص وعاد من بعيد ورجعوا جمال بالماضي للمنتخب وصار محترف. كنا نتمناو انه نشوفوه نجم كبير في فرنسا وكان قادر يتألق وكان قادر يفعل كل شيء، ولكن يوسف بالليلي ما كانش يركز على كرة قدم، كان يركز على اشياء تافهة جدا. ان شاء الله يوسف بالليلي يحسن من نفسه ويخدم على روحه اكثر. حاليا بالليلي عنده العديد من العروض هنا في البطولة الجزائرية، منها وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر وكذلك شباب بالوزداد، وايضا عنده العديد من العروض في قطر وفي السعودية، وعنده عروض ايضا في تونس ولكن ليس من نادي الترجي، يعني مستبعدة جدا انه باش يعود لنادي الترجي. نتمنى له كل التوفيق وحد موفق ليوسف بالليلي. والآن باش نتكلموا على سوبر إسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري. ما شاء الله عليه هذا اللاعب نحترمه ونحبه بزاف لأنه إنسان متربي ولد فاميليا، عنده إمكانيات رائعة وقدم الكثير للمنتخب الجزائري وعمره ما بخل علينا
في المنتخب الجزائري، ودائما يرد على أعدائه ومنتقدينه في أرضية الميدان وليس في السوشيال ميديا. إنسان مركز تركيز كبير على مسيرته الاحترافية بطريقة رائعة جدا، ودائما يبين أنه لاعب من طينة الكبار ما شاء الله عليه. إحصائياته وأرقامه أيضا تتكلم عليه وتقول لك هذا اللاعب إنسان أسطورة. برافو على إسلام سليماني، ولعب في العديد من الأندية الأوروبية وتألق معهم وسجل العديد من الأهداف. إسلام سليماني حاليا كما راكم تشاهدوا معنا عنده عرض من طرف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، رغم أنهم نزلوا إلى الدرجة الثانية الإنجليزية، ولكن يريدون التعاقد مع إسلام سليماني لأنهم يعرفوا هذا اللاعب ويعرفوا قيمته، وسبق أنه لعب في ليستر سيتي، وكذلك إسلام سليماني يعرف هذا النادي جيدا ويعرف الدوري الإنجليزي. ممكن نشوفوه مع نادي ليستر سيتي وممكن لا، ولكن إسلام سليماني أيضا عنده العديد من العروض في الدوريات الخليجية، منها الدوري القطري والدوري السعودي بمبالغ كبيرة جدا ورهيبة ومغرية. ولكن لا أعتقد أنه إسلام سليماني يجري وراء الأموال ويروح للدوريات الخليجية، لأنه اللاعب يفكر في مسيرته احترافية ويفكر يبقى أكثر وقت من الزمن في أوروبا وفي المستوى العالي. صحيح أنه كل اللاعبين يفكروا في الأموال وفي الربح ويفكروا في نفسهم، ولكن ما زال بكري على إسلام سليماني. تفكيره ليس في الدوريات الخليجية نهائيا، واللاعب كما راكم تشاهدوا معنا حسب الصحافة البلجيكية الرسمية أنه نادي أندرلخت البلجيكي يريد بقاء إسلام سليماني، وما زال ما اتفقوش اتفاق رسمي، لأن هناك مناقشات بين اللاعب وبين النادي على الاتفاق وعلى تجديد العقد. نتمنى له كل التوفيق، وأنا كرأي شخصي نتمنى أنه إسلام سليماني يبقى مع نادي أندرلخت في الدوري البلجيكي، لأنه متألق معهم كل مباراة يدخل يسجل هدف 2 ويقدم تمريرات حاسمة. لاعب رائع ما شاء الله عليه، نتمنى له كل التوفيق. إسلام سليماني لاعب الخلوق، واللاعب بالنسبة لي رمز للانضباط وللعمل، وعكس تماما ما كنا نتكلموا على يوسف بالليلي في الأول. لو كان يوسف بالليلي يعمل بنفس الطريقة اللي عمل بها إسلام سليماني، صدقوني أنه راح يوصل لأبعد ممكن في الاحترافية وفي مع النسبة للأندية اللي راح يلعب معها. إسلام سليماني صحيح ما هوش يعني هذاك المستوى الفني، ولكن لاعب خلاه ينجح في مسيرته. إنسان منضبط، إنسان ما يديرش مشاكل، إنسان يقدر ويحترم الأندية اللي يلعب فيها، عكس تماما يوسف بالليلي اللي شفنا خروجه من الأندية كانت دائما بمشكل، بطرد، بهروب، بمشاكل مالية، يعني أمور تافهة جدا. وأنت كلاعب كيصير السي في تاعك أو الملف تاعك ملوث وموسخ بتلك الطريقة، يعني حتى الأندية تولي تخاف وتحترز أنها باش تتعاقد معاك كلاعب، رغم أنهم يعرفوا إمكانياتك جيدة، يعرفوك مراوغ جيد، يعرفوك تسجل أهداف، تنفذ مخالفات بطريقة جيدة، ولكن كي يشوفوا هذاك الأمر اللي انت دايره من قبل راح يخافوا باش يتعاقدوا معاك. يقول لك نجيبوا لاعب يدير لنا مشاكل في الفريق ويدير لنا أزمات، يقول لك خلينا منه وما نتعاقدوش معاه. نتمنى التوفيق لكل اللاعبين المنتخب الجزائري وكل اللاعبين الجزائريين، سواء كانوا مع المنتخب أو لم يكونوا مع المنتخب. وأنا بالنسبة لي كخليفة علال لا يهمني لا اللاعب هذا ولا هذا ولا هذا، يهمني فقط المنتخب الجزائري ومصلحة المنتخب فوق جميع اللاعبين. إذا عندك إمكانيات جيدة وقادر تقدم للمنتخب مرحبا بك، إذا ما عندكش إمكانيات باش تقدم للمنتخب أنا تبالي ما عندنا ما نديرو بيك. ويبقى القرار الأخير والأول هو قرار المدرب جمال بالماضي اللي نتمنى له كل التوفيق. وتحية لكم وتحية الجزائر، السلام عليكم.